السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي راحة بال من الرحمن. لو لسه بتشوفونا لأول مرة انزلوا اشتركوا في القناة واعملوا لنا لايك حلو كده زيكم، وقولوا بينا يلا هنعمل ايه. طبعا باين من وصفتنا النهارده ان احنا بنسلق ورق الكرنب ده. هنعمل احلى حلة محشي تدفي في الشتاء. وادي تسبيكة الصلصة، خرطنا البصل حبة بصل حلوين ومتبهرين بملح وفلفل في معلقتين سمنة وشوية زيت، وتكوني ضربة الطماطم وتنزلي عليها وتسيبيها تتسبك. تمام. احنا النهارده وصفتنا هنعملها بالفراخ. بتجيبي الفراخ تتبليها وتنزلي بيها تديها صدمة عشان نرصها في الحلة نعمل بيها تحت المحشي. وهنشوف معاكم هنعمل ايه دلوقتي. وسمعوا كلام عبودي اعملوا لايك. خلصنا كده ورق الكرنب والفراخ تاخد الصدمه بتاعتها، وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. بدأنا اهو. بعد ما الفراخ اخدت الصدمه بنحطها بقى في تتبيله الصلصه عشان تتشرب من الصلصه بتاعت الخلطه، تديها طعم احلى واحلى. طبعا ما ننساش نعمل طبقه من العصايص والورق بتاع الكرنب عشان الحاجه ما تشطش او تتحرق. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، ادي الخلطه اهي بتاعتنا بالتسبيكه بتاعتها، وادي الخضار اتقور واتنضف. وطبعا كل العمليه دي كلها بتتم على طبليتنا اهي. ادي الفرخه اهي، ممكن تقطعي على 8 على 4 زي ما انت عايزه. لو عندك وركين برضو تقدري تعملي بيهم عادي، تقدري تتصرفي باي حاجه. يلا بينا هنلف اللف بتاعنا ونشوف هنرجع لكم هنعمل ايه كمان. دي الحاجه كلها خلصت اهي، لفينا كله. وطبعا ما تنسوش بعد ما تخلصوا لف الحله بتاعت الورق الكرنب تغطوها بحبه ورق علشان الحله ما تكبش الشوربه بتاعتها. وهنحضر اكتم المحشي ما يكبش ويطلع مستوي ومفلفل، ويطلع كل ورقه بورقتها وتطلع ريحتها جايبه اخر الشارع ومفلفله. خلصنا كده اهو. تعملوا لايك. وما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهنسقي دلوقتي الشوربه للمحشي وهنوريكم. حطينا فيها معلقه الصلصه وشويه البهارات وظبطناها، ويلا بينا نسقسق المحشي بقى. نسقي المحشي ببركه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تكتروش الميه علشان المحشي ما يعجنش. الشوربه حطوها على قد المقدار. بصوا اللهم بارك. واول ما يستوي المحشي ويطلع ان شاء الله هوريكم شكله هيطلع ازاي. وادي وصفتنا للنهارده كده تكون خلصت. وادي المحشي قبل ما ماما تقلبه اهو. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة وفي فلسطين، ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب ويرفع عنهم البلاء. وان شاء الله باذن الله تكون السنه الجديده دخلت خير عليهم وربنا يرحمهم من اللي هم فيه. وادي كده وصفتنا خلصت. ودول احلى حبه ملوخيه على الشوربه، تاكلوا لما تقولوا يا بس. اكله كده من الاخر. هي دي وصفات الشتاء اللي تدفي مع البخار مع ده كله مع الفراخ دايبه دوب. بصوا اول مره نعمل التركيه بتاعت الفراخ دي بس طلعت تحفه، وهنجربها على طول باذن الله. المحشي طلع مهري ومتشرب من الفراخ. وادي بقى الصينيه بتاعت البدنجان والكوسه والفلفل، التشكيله بقى حاجات اللي تفتح النفس في الشتاء. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم البركه في بيوتنا وبيوتكم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب دي ملمتنا يا رب، ويصلح ما بين ايديكم ويرزقكم راحة البال من الرحمن. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتدعوا لنا دعوة حلوة من قلوبكم والصلاة بينا على النبي. وقولوا لنا بقى انتوا بتعملوا الطريقة بتاعتكم ازاي. خشوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا بتعملوها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوناش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام.